صباح الخير. معلش انا حاولت اعمل لكم فيديو لايف على الفيسبوك بس بيقطع طبعا وانتم ما بتستفيدوش بحاجة. عموما انا هتكلم عن مقبرة كاجمني. في الصالة الاولى لمقبرة كاجمني بنلاقي في الجدار واحنا داخلين كده بنلاقي مناظر الصيد ومركبتين كبار موجود عليها صاحب المقبرة نفسه. المركب الاولانية دي مقبرة، يعني باردون مش مقبرة، مركب تحتيها كتير من فرس النهر. يعني المركب ديت في الشمال، لأن فرس النهر ما بيبقاش في المياه العميقة، بيبقى في المياه الضحلة. خلاص، إذا المركب ديت طالعة من الشمال للجنوب، وبعدين في المقابل بتاعها في اتجاه المعاكس المركب التانية. المركبتين مش في اتجاه واحد، المركب التانية بقى جاية من الجنوب للشمال. عشان كده هتلاقي المركب التانية ما تحتهاش فرس نهر غير واحد بس، لكن تحتيها تماسيح كتير لكثرة التماسيح في الجنوب. فممكن تكون المركب ديت لصيد، وانا ما رجحش قوي، لكن هنقدر نقول ان هي كانت مركب علشان يعمل حج لأبيدوس. يعني الراجل ده حج لمنطقة أبيدوس، ودي مهمة قوي. زي ما دلوقتي في الفلاحين او في القرى النوبية بنلاقي على البيت من بره رسم الكعبة عشان يقول لك ان الراجل ده عمل الحج. هي برضو نفس الفكرة. شكرا جزيلا.